السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة إن شاء الله حنتكلم فيها عن أفضل وقت لري الثوم، وطبعا كل كم يوم يتم ري الثوم، وإن شاء الله حنتكلم عن الري بالتفصيل. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذا الثوم بعد تقريبا 3 أشهر ونصف من الزراعة. فطبعا مثل ما تلاحظ أمامكم اليوم بدأنا بري الثوم، لاحظنا أمامكم، وإن شاء الله اليوم حنتكلم عن أفضل أوقات لري الثوم بالماء سواء بالغمر أو بالتنقيط. طبعا الثوم من المحاصيل اللي ما بتحتاجش للري الكثير، وممكن طبعا كثرة الري تسبب في تعفن في النبات، وممكن كذلك كثرة الري تساهم في عدم تكوين فصوص الثوم أسفل التربة، وهذه طبعا من المشاكل اللي بتعاني خاصة المبتدئين في الزراعة. هي بعد ما يقوم بحصاد الثوم ما بيلاقيش إنتاج في أسفل التربة، وطبعا العامل الأساسي في عدم تكوين الثمار هي كثرة الري. طبعا أفضل أوقات ري الثوم، طبعا أفضل الأوقات هي من الصباح الباكر أو آخر المساء، وطبعا ممنوع أن احنا نروي لما تكون في شمس، وطبعا لازم نتجنب التوقيت هذا. وطبعا بالنسبة للأيام اللي بنروي فيها الثوم، مثل ما تكلمت إنه الثوم بيحتاج للري الكثير، يعني ممكن إحنا نقوم بري الثوم مرة في الأسبوع، يعني تكون بالغمر. أما طبعا بالنسبة للناس اللي بتروي بالتنقيط وعاملة طبعا خطوط أو مصاطب، ممكن طبعا تروي كل 5 أيام بتروي الثوم بالتنقيط. طبعا كل ما بعدنا فترات الري حيزيد النبات فيه، وكذلك حيسرع من الحصاد. طبعا احنا اليوم بدأنا بري الثوم، ان شاء الله خلال الاسبوع الاخر حنبدأ ان شاء الله نعطي رية اخرى للثوم. ومثل ما تكلمت ممنوع انه احنا نروي كل يوم، لانه طبعا ممكن يأثر على الانتاج خاصة طبعا في هذه المرحلة. وطبعا مثل ما تكلمت في فيديوهات سابقة انه الثوم هذا في بداية الإنتاج. طبعا لو نقوم بإزالة نبتة حنلاقي في رؤوس ثوم أسفل التربة، وطبعا الحصاد مازال مبكر. إن شاء الله بالنسبة للحصاد حيكون بعد 2 أو 3 أشهر آخرين. حضنا أمامكم، وإن شاء الله حنتابع معاكم الثوم خطوة خطوة لغاية الحصاد. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات. إن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.